بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصوا أنا هعمل النهاردة معاكم السمك الفيليه ده بتتبيلة وكمان هعمل الرز جنبيه برضو على طريقتي، ابقوا جربوه. أنا عندي 3 معالق مستردة، وعندي هريسة شطة. الهريسة دي فيها توم بس مش قوي يعني، عندي كمون، فلفل اسود، كزبرة، بس كده، والملح طبعا. ماشي، انا بقى هقلب الخلطة مع بعضها كده كويس قوي. التتبيلة دي يا جماعة جميلة. انا بقى كمان السمك الفيليه ما بحطش السمكية بحالها، انا بحب اقطعها ديزل يعني. اتبل بقى بيها السمك. طبعا احنا كلنا عارفين السمك ما بياخدش وقت في تتبيله، بس انا بقطعها كده، ما بياخدش وقت كبير في التتبيل بتاعه، هي نص ساعة تمام. او هو اصلا لحم السمك بيبقى عامل زي السفنج كده، بيمتص التتبيله بسرعه. هتبله بيها كله بقى، مش هسيب او كويس، مش هسيب اي حاجه من غير تتبيل. واروح بقى اعمل الرز، وتعالوا اوريكم الرز بقى انا بعمله ازاي على طريقتي انا. اول حاجه انا ببشر البصل، مش بخرطه. بصوا ببشره لان ولادي لما بيشوفوا البصل في قلب الرز ما بيرضوش شكل، فانا بقوم ببشره كده واحمره طبعا عادي جدا خالص. بس هتشوفوا طبعا بقى انا بزود عليه بيخلي طعمه رهيب. انا بخليه يتحمر كده، وبحط عليه معلقه هريسه شطه، معلقه واحده بس صغيره كده، وبحط عليه كمان معلقه قرفه صغيره، ومجرد الريحه ما تطلع، وبحط معلقه سكر برضو صغيره. مجرد ما ريحه القرفه بتطلع بقوم اهو، بس القرفه اهي معلقه صغيره كده، نص معلقه كمان، يعني حاجه ما تسكرش كده، يا دوبك انها تدي ريحه بس. اول ما ريحه القرفه تطلع اقوم حاطه الرز ومعلقه سكر صغيره. ما تستغربوش من السكر، جربوا مش هتخسروا حاجه. هتقولي حاطه سكر وهريسه شطه، حاطه سكر وهريسه شطه، وهيخلي الرز تحفه كده. انا بقى هقلبه، وهزود بعد كده طبعا ميه، بتغلي ميه بقى، وهظبط الملح بتاعي، واسيبه لما يغلي على العين الكبيره، وبعدين هحطه على العين الصغيره، واوطش على الاخر. بس كده هو، بس اهم حاجه خلي البصل يبقى فيه كله يعني، ويكون خد بقى من طعم القرفه والسكر بقى فيه كله برضو. اظبط الملح، وازود الميه بتاعته. المقدار بتاع الميه للرز بيكون عقلة صباع فوق الرز. طبعا ميه سخنه عشان الرز يطلع معاكي بعد كده مفلفل، ما يبقاش معجن. بس خلاص اهو. بس هي عقلة صباع كده فوق الرز. هغطي عليه بيفضل عالي النار عليه لغاية ما يغلي. مجرد ما يغلي بقوم مغطيه على الآخر، وانقله على العين الصغيرة، واوطي برضه على الآخر. هنا بقى نروح نشوف نعمل تاني في السمك. انا عندي نص كوباية دقيق على كوباية بقسماط او بقسماط، وهحط عليها سنة ملح وسنة فلفل اسود. عايز تحطي بقى بهارات تانية زودي براحتك، بس انا بستكفى كده. ممكن احط كمان كمون، واقلبه ببعض كويس. ولو عايزاه السمك يطلع مقرمش، حطي معلقتين نشا، خليه مقرمش ويطلع لونه فاتح. النشا بتخلي اي تتبيله يبقى لونها فاتح. انا هبدر بقى السمك بتاعي كده كويس، واروح اقليه في الزيت. انا ببدر وانفض عشان الزياده ده ما يطلع. انا بالاول بص بضغط الاول كده، اي حاجه بقليها بضغط الاول، وبعد كده انفضها عشان ما ينزلش حاجه في قلب الزيت.
انا بقى خلاويص كده اروح للزيت اشوفه ايه بقى، غلى ولا لسه يعني سخن لي. طبعا لازم ننزل على حاجه سخن قوي اهو. هستنى كمان شويه ولسه استنى حاجه بسيطه. بعد كده خلاص كده هضيف بقى السمك بتاعي. طبعا على فكرة نوع الفيليه ده ما بياخدش وقت خالص، يا دوبك ياخد لون بس من الجنب تقليبي على الناحية التانية. يعني انا كان نص ساعة كنت مخلصة كمية الفيليه كلها، ما كملتش كمان، هي ربع ساعة بالظبط كنت مخلصة كمية الفيليه اللي عندي كلها. بس كده خلاص، وادي السمك بتاعنا الفيليه الجميل. لا ورد الرز مش باين بقى فيه طبعا البصل، وطعمه رهيب وريحته تحفة والله العظيم. اقسم بالله جربوه على طريقتي هيعجبكم جدا، ومحدش يستغرب